احمد كان بيحب يشرح بالتفصيل لدرجه انه كان ممكن يقعد مع عميل واحد اكتر من ساعتين يشرح كل ميزه، كل نقطه، كل سعر. اهلا بيكم، انا عز الغريب ودي حلقات سيلز 101. ولكنه خرج اكتر من 10 ميتينجز او 10 اجتماعات وخرج منهم من غير ولا ديل. استغرب جدا لحد ما قابل مدرب مبيعات كبير. المدرب ده قال له ان العميل مش محتاج موسوعه، هو عاوز حد يساعده ياخد القرار. فهم وقتها ان الشرح مهم، ولكن الكلوزنج او انك تقفل الديل بتاعك دي اهم من اي حاجه تانية. احمد بدا يجرب جمل بسيطه زي: تحب نبدا التجربه من امتى؟ ابعت لك العقد على الميل ولا على الواتساب؟ حابب نعمل بري اوردر او نعمل اوردر اولي ونشوف النتيجه؟ والنتيجه الكلوزنج بتاع الديلز او الصفقات بتاعته زاد لاكتر من 30% في اقل من شهر. العملاء مش دايما بترفض، هو بس بيكون مستني حد يساعده ياخد اخر خطوه. بعد ما تشرح وتفهم وتجاوب، اسال السؤال اللي بيكلوز الديل. مش لازم يكون سؤال يضغط عميلك، لازم يكون واضح ومباشر، اللي هو بنسميه الكول تو اكشن او هنعمل ايه بعد كده. لو عندك مشكله في الكلوزنج بتاعت الديلز بتاعتك او انك تقفل بعتك، ابعت لي مسج او سيبها في الكومنتس.